تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. تؤمل أنك تحيا طويلا وشمسك مالت وحان الغروب، أتخفي السنين مع 40، فكيف ستخفي اشتعال المشيب؟ فكيف ستخفي اشتعال المشيب؟ تؤمل أنك يوما تتوب وتشكو الذنوب وأنت الذنوب، وفي كل يوم تبوء بذنب وعيب يضاف لباقي العيوب. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في سلسلة جديدة، ألا وهي سلسلة فتشوا الكتب، ونسأل الله لنا ولكم الهداية. بداية أتمنى أن تكونوا في أحسن حال، وأتمنى أن اللي يسمعني ياخد كلامي ده مجرد دردشة أو فضفضة وكلام من القلب للقلب. محور كلامي عن سؤال كان شاغلني وكان شاغل ناس كتيرة جدا قبلك، مش عارف يا ترى انت منهم ولا لأ. قبل ما أعرفك ايه هو السؤال ده، تعال أعرفك احنا مين الأول. احنا مجرد شباب في العشرينات من العمر، بنحب الخير وبرضه بنحب لك الخير. يمكن أصغر منك أو أكبر أو قدك، مش ده المهم، ولكن الأهم عندنا رسالة عايزين نوصلها لك، وإن شاء الله تتقبلها وتكون واحد من محبين الخير ليك ولغيرك، وإحنا مش منتظرين منك أي مقابل. لاحظ إن إحنا ولا شايفينك ولا أنت شايفنا، مفيش غير واحد بس هو اللي شايفك وهو اللي شايفني، هو الله، والطريق إليه هو رسالتنا. تعال أقولك على السؤال علشان عارف إنك حابب تعرفه. السؤال هو: أنت هتروح فين بعد الموت؟ يا ترى على الجنة ولا على النار والعياذ بالله؟ يا ترى على الملكوت ولا على بحيرة النار والكبريت؟ سألت الناس نفس السؤال ده على اختلاف أديانهم، ولكن كانت إجابتهم إجابة واحدة. سألت عابد الشمس، عابد البقر، عابد القمر، عابد الشجر، عابد الإنسان، والمسلم والمسيحي، كانت إجابتهم إن إيماننا هو الإيمان الصحيح، وبإيماننا ده هنروح الجنة. عرفت إن في عامل مشترك وهو الإيمان، ولكن يا ترى هل اللي بيعبد الله زي اللي بيعبد الشجر والشمس والقمر والبشر؟ أكيد لأ. طيب أنا احترت، فين الصح وفين الغلط؟ لازم يكون في دليل. إذن الدليل هو دلوقتي اللي هيوصلني للإيمان. لازم يكون عندي دليل على إيماني، وربنا سبحانه وتعالى أعطانا الكتب لكي نفتشها، لكي نبحث على الدليل. لذلك سمينا هذه السلسلة فتشوا الكتب. وفي رسالة لازم تكون قدام عينك طول الوقت، إن العمر محدود، العمر قصير جدا جدا مهما طال. هتعيش قد ايه؟ 20 30 40 60 100؟ طب بعد 100 سنة هتروح على فين؟ اكيد نفسك تروح على الجنة. طب تفتكر ان الجنة كده بسيطة سهلة ما تستحقش العناء؟ ايوه، ولكن بعد ما تكون على الايمان الصحيح، والايمان الصحيح هنوصله عن طريق الدليل. وخد بالك هتقابل تحديات كتيرة جدا، لكن اوعى تيأس، اوعى تقول انا مش هقتنع. ادي لنفسك فرصة، ربما الفرصة دي ما تتكررش مرة تانية. واوعى تقول انا مش راح اقتنع، هو ده ايماني وانا اتولدت عليه. لا، عندك في المسيحية بولس كان يضطهد الكنيسة وآمن بالمسيحية. عندنا في الإسلام سيدنا عمر
رضي الله عنه وأرضاه كان يضطهد الإسلام والمسلمين والرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن آمن بالإسلام، يبقى لازم تلغي حاجز المستحيل من قدامك. في أشياء صعبة وفي أشياء مستحيلة، ولكن الصعب بيتحقق. الغي من قدامك ومن قاموسك كلمة المستحيل، وانت ان شاء الله هتوصل. وطبعا بيدور في دماغك سؤال دلوقتي انا عارفه وانا هجاوب لك عليه. هتقولي انت ازاي مسلم ومش مؤمن بالكتاب المقدس وبتستشهد وتقتبس منه؟ هقولك انت مسيحي، انت مؤمن بالكتاب المقدس، يبقى لازم اكلمك من الكتاب اللي انت بتؤمن بيه علشان نشوف هل الايمان المسيحي عليه دليل ولا لا. عارف ان ممكن يكون وجهة نظري انت صعب انك تتقبلها، لكن مش مستحيل. تابعنا هتلاقي الدليل. واول معلومة هقدمها لك اني انا كمسلم بآمن بكل الانبياء والرسل من اول ادم لغاية اخر الانبياء والمرسلين، يعني مؤمن بابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى وبالمسيح وسيدنا محمد، وما بفرقش بين اي رسول والتاني. ليه يا ترى؟ لان الرسل دي مصدرهم واحد وكلهم جايين برسالة واحدة، يبقى ما ينفعش افرق ما بينهم، ما ينفعش امن بواحد واترك التاني، وكمان ربنا امرني بكده. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يبقى دي أول معلومة لازم تكون وصلت لك، إن المسلمين بيؤمنوا بالمسيح عليه الصلاة والسلام، ونؤمن أن المسيح كسائر الأنبياء نكرمه ونحبه ومعصوم من الخطية كسائر الأنبياء والمرسلين. واللي يشتم المسيح أو يشتم أي نبي فكده يبقى خرج من الإسلام. هو ده دين الإسلام، دين احترام الأنبياء، دين كل الأنبياء. إلى هنا تنتهي حلقتنا الأولى من سلسلة فتشوا الكتب. انتظرونا في الحلقة القادمة في رعاية الله وأمنه. وداعا